السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين. بيبدأ الفيلم بجاي اللي بيركب عربيته وهو متأخر عن ميعاده، وبيكون متعصب لانه كان مستني واحدة من اللي بيوصلهم واتأخرت عليه وكان اسمها سو، وبيفضل يتصل عليها كتير لكنها ما بتردش. وبيوصلوا اتصال من المستشفى بيقولوله انه سو ماتت، وبيزعل جدا بس مش عليها، لا ده على فلوسه اللي كانت مستلفاها منه. وبياخد تليفونها علشان يكلم اي حد من قرايبها يدفع له فلوسه او يطلع بمصلحة، لكن تليفونها ما بيكونش عليه اي ارقام. وبعد تفكير بيقرر انه يروح بيتها يدور على اي فلوس هناك، وبيلاقي البيت متبهدل جدا وريحته وحشة، فبيدور على اي فلوس جوه. وفجأة بتعدي قدامه طفلة صغيرة ماسكة رغيف عيش وبتقعد تاكل فيه في ركن لوحدها كده في هدوء، وبيلاقي صورتها مع سو وبيفهم ان دي بنتها اونهاي وعندها 7 سنين. وجاي بيسألها فين المكان اللي امك بتشيل فيه الفلوس والمجوهرات، لكنها طبعا ما بتردش عليه، وبيفضل يزعق قدامها، فبيعرف انها مش سامعاه ولا شايفاه اصلا. وبياخد التليفون علشان يكلم ابوها وبيقول له بنتك لوحدها وامها ماتت. فالاب بيقول له انه انفصل عن سو من زمان ولا عاوز البنت، وبيقفل في وشه السكة وبيولع سيجارة وبيدخن. والبنت اول ما بتشم ريحة الدخان بتفضل تخبط على الارض، ولما بتقرب منه بتحضنه، وكانت فاكراه امها، واول ما بتلمس وشه بتعرف انه مش امها، فبتفضل تعيط وبتخاف منه. وفي الوقت ده بقى صاحبة الشقة بتخبط عليهم وبتفكروا ان ده ابو البنت، وبتكون متعصبة على الشقة المتكركبة وعلى هروبه وعدم تحمل مسؤولية البنت. وكان بيحاول يفهمها انه مش ابوها، لكن كانت بتتكلم بسرعة كبيرة وما ادتلوش فرصة علشان يشرح لها. وبتقوله ان عقد الشقة قرب يخلص وهتأجر الشقة لناس تانية، ولو عاوزين يقعدوا فيها يدفعوا اكتر. فبيسألها هي الوديعة دي بكام؟ قالت له الوديعة بتاعت الشقة ب70,000 دولار. وبيفرح جدا طبعا، وبيفكر انه خلاص هياخد الفلوس دي ويحل كل مشاكله. وبيقول لصاحبة البيت ان سو ماتت، فبتتأثر وبتقوله يخلي باله من البنت. وبعدها بيمشي وبيدخل يدور في البيت لحد ما بيلاقي عقد الإيجار بالمبلغ اللي قالت عليه، وبيركب عربيته وبيرجع البيت عنده. وصاحب البيت بيطرده لان هو كمان عليه ايجار متاخر مدفعوش. وبيشوف انهاي ماسكه العيش بتاعها ورايحه تاكله في مكانها، وبيقول لها انه هيكونوا زي الاب وبنته كده لمده شهر بس لحد ما ياخد الوديعه. وبيركز معاها فبيتاكد انها لا بتشوف ولا بتسمع ولا كمان بتتكلم. وتاني يوم بتصعب عليه البنت وبينزل علشان يجيب لها اكل بدل العيش اللي دايما بتاكله على طول، لكن الاكل مش بيعجبها وبتروح علشان تاخد العيش بتاعها. فبيفكر انه يشيل من قدامها العيش خالص علشان تاكل اكل تاني. وبعدها بتروح علشان تجيب العيش لكن مش بتلاقيه مكانه، وبيديلها المكرونة اللي جابها لها لكنها بترميها ومش بتحب طعمها وبتفضل تعيط لانها كانت جعانة. وبعد كده بينزل علشان يجيب لها العيش، وبتفرح قوي لما بيجيب لها العيش بتاعها وبتروح تاكل معاه من المكرونة. فبيقوم من على الاكل علشان هي تاكل وتشبع، وبينام من التعب. وبتروح تدخل الحمام وبتلعب بالصابون وهي فرحانة. وجاي بيقوم بيلاقي المنظر ده قدامه وبيتصدم، وبيكون مضطر انه يسكت يعني لانه شايفها مبسوطة. وبعدها بيروح يقف في الشباك شوية وبيشوف صاحبة البيت واقفة تحت مع بنات جيرانها، وبتتصل عليه وبتقوله ان في واحدة جاية تتفرج على البيت ولازم البيت يكون نظيف. وبيروح يصحي انهاي علشان يغير لها هدومها، لكنها طبعا مش بترد عليه. فبيجري يمشي من البيت وبيكون ناسي تليفونه جوه البيت، فبيضطر يرجع تاني وبيلاقي صاحبة البيت جاية ومعاها بنات جايين يساعدوه علشان ينظفوا البيت. وبتصعب عليهم الطفلة وهما شايفينها بالمنظر ده. وصاحبة البيت بتقوله انت ازاي سايبها كده، خدها وحميها ولبسها لبس نظيف. وفعلا بيقنعها تدخل معاه، لكن طبعا هي مش بتبقى سامعاه ومش بيعرف يتواصل معاها ازاي. وبيلاقي جنبها بلوزة لأمها وبيديها لها، واول ما بتشم ريحة امها بتطمن وبيدخلها الحمام وبيحاول يحميها، لكن البنت بتفضل تصرخ. وصاحبة البيت بتضربه بتقوله انا هحميها وانت خليك واقف هنا علشان تتعلم مني تحميها ازاي بعد كده. ولما بييجوا على وقت النوم انهاي بتكون ماسكة بلوزة امها وخايفة من البرق والرعد اللي شغال، وبتروح تنام جنبه وبتفضل ترجع. وحرارتها بتكون عالية جدا، فبياخدها يوديها المستشفى وهو تعبان اصلا. ولما بتخف بيوديها المركز تأهيل للإعاقات علشان تتعلم، وبتكون شقية كده زي اي طفل وبتعمل لهم فوضى في المكان. وبيروح يقابل الأخصائية اللي بتقوله ان الفصول اللي عندهم للإعاقة واحدة بس ممكن تنضم ليهم. وجاي بيقول لها طب هتتعلم ازاي لغة الإشارة مع اللي عندهم إعاقة سمعية وهي مش بتشوف اصلا؟
اصلا. وقتها الاخصائيه بتعتذر له وبياخدها يروحها البيت وبيجيب لها مكعبات كده على شكل حروف، وبيقرر ان هو اللي يعلمها وبيعلمها تجمع حروف كلمه بابا. وكل ما بتجمع الحروف صح بيديلها عيش كمكافأة ليها يعني، ولانها بتحبه وبتكون فرحانه جدا معاه. وبعدها بتزهق وبتاخد العيش من جنبه وبتاكله، وبيعرف انها تعبت فبيضحك عليها وبيخليها ترتاح شويه. وبعد كده الباب بيخبط فبيلاقي موظفين جايين من المحكمه علشان يحجزوا على البيت وكل حاجه فيه، لان سو كان عليها قرض وما دفعتش، وكمان هياخدوا الوديعه اللي كان حاطط عينه عليها. وجاي بيزعل من المصايب اللي عمال تنزل عليه مره واحده، ده كمان غير الشغل اللي حصل له فيه مشاكل. وإنهاي بتكون مستنياه وبتدور على الجزمه بتاعته علشان تشوفه جه ولا لسه. ولما بيدخل بتكون فرحانه جدا لانه جه، لكن هو بيكون متضايق ومش بيرضى يقرب منها حتى، وبتبقى زعلانة. وبعد فترة فلوسه بتقرب تخلص وبيقلب في تليفون أمها وبيتفرج على صورها، لكن بالصدفة بيشوف رسائل بتقول إن سو كانت مسلفة أختها 30,000 دولار، فبيقرر يروح ياخد الفلوس من أختها. وتاني يوم بياخد إنهاي وبيسافروا وبيروحوا للقرية اللي عايشة فيها أختها، وبياخد صورتها وبيطبعها وبيفضل يدور عليها. وبعد لف كتير مش بيقدر يوصل لها، ولما بيركب العربية مش بيلاقي إنهاي وبيخاف عليها وبينزل بسرعة يدور عليها، بيلاقيها قاعدة مع راجل عجوز ومراته وبتلعب بالكلب بتاعهم وهي مبسوطة. والراجل ده بيعرض عليهم انهم يباتوا عندهم وبيشغلوا معاه اليوم كله لحد ما بيتعب، وفي الليل بيديلهم اكل. وإنهاي بتطلع البطاطس من بقها وبتكون عاوزة تأكلها لجاي، لكنه بيتعصب وبيسيبها وهي بتكون زعلانة منه. وتاني يوم بياخد إنهاي وبيمشوا، وهما في الطريق البنت بتكون عطشانة جدا ومش معاهم مية ولا في اي محل في الطريق بيقابلهم. وبيعدي جنب مزرعة بطيخ وبيبوظ اكتر من واحدة لحد ما بيلاقي واحدة طعمها حلو وبياخدها للبنت، وما بيكونش شايف الكاميرات اللي مصوراه وهو بيسرق، وبيقعد ياكل منها إنهاي وطعمها بيكون حلو وعجبها، وبيعلمها تطلع البذر من بقها، وبيعلمها كمان تكتب كلمة بطيخ على ايدها. وفجأة بتقف قدامه بنت اسمها روز وبتكون صاحبة المزرعة اللي اخد منها البطيخ، وجاي بيعتذر منها وبيكون مكسوف، فبيقول لها البنت اللي معايا كانت عطشانة وما كانش قدامي حل تاني. فبتقول له ما هو ما ينفعش تسرق قدام بنتك ولازم تكون قدوة ليها. وبيحاول يفهمها انها مش بنته وبيوريها صورة خالتها اللي بيدور عليها، لكنها مش بتهتم بكلامه وبتوريه الكاميرات وهي جايباه وبتقول له انت بتسرق وقدامك خيارين، يا اما تبلغ الشرطة بالسرقة يا اما تشتغل في المزرعة طول اليوم. وطبعا بيوافق انه يشتغل في المزرعة. ولما بيخلص اليوم بيروح ينام في العربية، وإنهاي بتكون حاسة بالمطر وبتصحيه وبيفهم انها عاوزة تلعب تحت المطرة، فبيقول لها تسيبه يرتاح شوية لانه تعبان جدا، وبتبقى زعلانة. ولما بيشوفها كده ما بتهونش عليه فبياخدها تحت المطر علشان تلعب. ولما بيخلصوا بيرجعوا للعربية وروز بتروح لهم وبتعزمهم على العشاء وبيقعدوا ياكلوا، وإنهاي بتطلع الأكل من بقها وبتكون عاوزة تأكله لجاي وبيتعصب عليها علشان تبطل تعمل الحركات دي. وابو روز بيلاحظ ان إنهاي بتحبه جدا، علشان كده اي اكل بيعجبها بتطلعه من بقها وبتدوقهوله علشان ياكل منه، فبيزعل عليها لانه مفهمش قصدها كويس. ولما بتنام بيمسك ايدها وبيحس بحنية كده ناحيتها وبيتعلق بيها اكتر. وبعد كده بيكتشف ان خالتها اللي بيدور عليها نصابة وبتاخد فلوس الناس وبتهرب بيها. وبيقابل روز وبيقول لها لو اشتغلت معاكم في المزرعة هتقبضوني كام؟ فبتقول له 80 دولار. فبيستأذنها انهم يقعدوا في كوخ الضيافة عندهم، وبتوافق على طول وبتجيب لهم بطاطين وكتاكيت صغيرة لإنهاي علشان تلعب بيها، وبتفضل تلعب بيهم وهي فرحانة. وجاي بيلعبها وبيعلمها حاجات جديدة وكلهم بيتعلقوا بيها في المكان وبيحبوها. وروز بتجيب لها لبس جديد هي عاملة ليها مخصوص، وإنهاي بتكون فرحانة جدا وبيعيشوا أيام حلوة. وبعد كده جاي بيجيله شباب كان واخد منهم فلوس وما رجعهاش وبياخدوه المكان بعيد وبيضربوا فيه لحد ما بياخدوا عربيته وبيمشوا، وبيكون متضايق لانه خسر كل حاجة معاه. وفجأة بيلاقي فخار مليان فلوس وبيعرف ان الراجل شالهم هناك ونسي مكانهم، لكنه مش بياخد منهم اي حاجة. وروز بتسأله عن البنت فبيعرفوا ان ابوها خدها وراحوا يتمشوا، وبتخاف لانه عنده زهايمر ومش هيعرف يرجع، وبيدوروا عليهم لحد ما بيلاقوهم قاعدين على الطريق وبيرجعوهم. وفي الليل وهم نايمين إنهاي بتحس بالجرح اللي على وش جاي وبتزعل عليه وبتقعد تطبطب على وشه وبتحضنه، وهو بيبوس على ايدها وهو زعلان وشايف ان هي الوحيدة اللي حاسة بيه وطلع بيها من الدنيا. وتاني يوم روز بتروح ليهم ومش بتلاقيهم، وجاي بيكون سايب لها رسالة فيها خريطة بالمكان اللي أبوها شايل فيه الفلوس ونسيه.
وبعدها بيقرر يرجع إنهاي لأبوها، لكنه بيرفض ياخدها وبيديله فلوس علشان يخليها معاه، وجاي بيرميله الفلوس في وشه وبياخد إنهاي وبيمشي، وأبوها بيروح وراها علشان يديها لعبة كده، لكن هو بتخاف منه وبتستخبى في جاي، وبعدها بياخدها علشان يفسحها وبيوديها على البحر وبيلعبها. وتاني يوم جاي بيوديه إنهاي في الملجأ لأنه شايف إن ده المكان الوحيد اللي هيهتموا بيها، وبعد ما بيخلص الإجراءات بيروح يوديلها العيش اللي بتحبه علشان يودعها، وبيسلم عليها وبيسيبها وبيمشي. لكن إنهاي بتفضل تحسس جنبها عليه، لكنها مش بتلاقيه جنبها وبتترعب وبترمي كل اللي في إيدها، الأكل واللعبة، وبتروح تدور عليه في كل مكان وبتفضل تخبط على الإزاز وهي بتصرخ. وجاي بيكون واقف من بره وشايفها، لكنه بيجري عليها وبيطبطب على وشها علشان يطمنها إنه جنبها، وأول ما بتحس بيه بتبطل صراخ خالص وبتهدى، وبتكتب له كلمة بابا على إيده لأول مرة، وبيقعد يبكي لأنه مش هيقدر يستغنى عنها، وبيقول لها يا ملاك الجميل مش هسيبك أبدا. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبكم هستنى دعمكم. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.